هل عقلك ده ساحة مفتوحة لأي حاجة تدخل فيها؟ اللي بتشوفه، اللي بتسمعه، اللي بتفكر فيه، كل ده بيأثر عليك من غير ما تحس. كل بوست بتقف عليه، كل فيديو بتتفرج عليه، كل كلمة بتسمعها بتسكن جواك، يا تبنيك يا تهدك. يعني لو فضلت تدخل معلومات تافهة وأخبار سلبية وكلام ملهوش أي 30 لازمة، انت كده بتسمم عقلك وبتسمم عقلك بيدك. بس لما تبدأ تختار تسمع مين وتشوف ايه وتقرا لمين، ساعتها عقلك يبدأ يشتغل صح، بيركز، بيهدي، وبيعرف طريقه. النجاح مش حظ، النجاح تركيز. والمشكلة مش في ان الوقت قليل، المشكلة ان تركيزك بيتسرق كل يوم. طب اسأل نفسك، ايه اخر حاجة دخلت لعقلك؟ هل كانت تستاهل؟ لو مش هتفيدك استبعدها. حافظ على تركيزك، لان اغلى حاجة عندك هو عقلك وتركيزك.